التعريف المنطقي للكمال في كرة القدم يعني ميسي ورونالدو، الاتنين دول قفلوا اللعبة بألقابهم وأرقامهم ومتعة أدائهم، فبقيوا هم المقياس الكامل لمعنى جودة يعني إيه لاعب أسطوري. هل ده ممكن يكون استثنائي؟ طيب ممكن نقول عليه لاعب خرافي. نجيب ميسي ورونالدو ونحطهم ونشوف اللاعب ده على وزنهم شكله ازاي، ولان من الصعب ان لاعب يجي زيهم، فممكن يطلع حد شبههم ياخد من الاتنين حته، كل واحد حته تدينا في الاخر ميكس، يديك صلاح اكس اهداف واكس لارج صناعه الاهداف. وده يرجعنا لبدايات صلاح مع ليفربول. الاعلام البريطاني عمل فيلم وثائقي عن مو صلاح عام 2017 بعد الموسم الاستثنائي والخرافي ليه في اول ظهور مع الريد، لكنه يكون هداف الدوري الانجليزي ب 32 هدف متفوقا على هاري كين تاني هداف لتاريخ الدوري الانجليزي، دي كانت اكبر مفاجاه. وكان السؤال هل صلاح هيقدر يكمل بنفس الجوده ولا هيكون ظاهره الموسم الواحد فقط؟ بعد 6 سنين من ابداع صلاح المستمر وصل لاخطر نسخه، اخطر نسخه مرعبه، مش على مستوى تسجيل الاهداف ولكن على مستوى صناعه الاهداف. صلاح تحول للاعب يساوي منظومه كامله، وليفربول وهو في اسوأ حالاته وبدون تدعيمات ولا صفقات جديده، الكل كان متوقع وبشكل منطقي ان الموسم ده هيكون موسم كارثي على ليفربول. لكن نسينا ان صلاح لسه عندهم ممشيش علشان يكمل الابهار ويبقى هو لوحده يساوي منظومه ليفربول، لاعب يساوي فريق. وجود صلاح يعني ضمان فرص النجاح، رحيله يعني انهيار الريدز وبشكل مؤكد. ده يوضح ويأكد ليه يورجن كلوب كان بيقاتل على بقاء محمد صلاح وبيحارب العرض السعودي الفلكي والخرافي، العرض اللي وصل الى اغلى لاعب في التاريخ. ولكن كلوب كان بالنسبه له رحيل صلاح يعني انهيار ليفربول وانهيار تام، ومحدش وصل للمرحله دي في العالم كله غير ميسي ورونالدو. وجودهم يعني المنظومه اللي بتضمن نجاح اي فريق. ولو عملنا ميكس ما بين الاثنين هيطلع لك صلاح الهداف وكينج صناعه الاهداف، اللي بيحطم ارقام قياسيه وبيصنع ارقام لنفسه. صلاح هو خامس هداف في تاريخ ليفربول والهداف التاريخي لليفربول في الدوري الانجليزي. اما صلاح كينج صناعه الاهداف فحطم كل الارقام القياسيه المسجله باسم اساطير افارقه، وبقى هو الكينج بتاعهم في البريمير ليج، صاحب 63 مساهمه تهديفيه متفوقا على رياض محرز صاحب الرقم القياسي الاخير ب 61 صناعه في الاهداف. وبقي تاني لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي صناعه للاهداف خلف كيفن دي بروين، اللي مركزه وصنعته اساسا ان هو يصنع اهداف. صلاح الجناح بيحطم الارقام. صلاح بعد 7 مباريات باذن الله هيحطم الرقم التاريخي والقياسي باسم هنري، 17 مباراه على التوالي في الصناعه وتسجيل الاهداف. صلاح لعب 11 مباراه على التوالي ما بين تسجيل الاهداف وصناعه الاهداف، يتبقى فقط 6 مباريات ويعادل رقم هنري ومباراه اخرى ويحطم رقمه القياسي علشان يبقى كينج الدوري الانجليزي. محمد صلاح ملك صناعه الاسيستات. كينج البريمير ليج وصل ل 201 مساهمه تهديفيه ما بين 139 هدف و63 صناعه للاهداف، محطما رقم جيرارد ب 200 مساهمه تهديفيه علشان يبقى محمد صلاح لوحده مع ليفربول هو صاحب الرقم القياسي والتاريخ. ولسه صلاح بيكمل في تحطيم الارقام وبيعلي في ارقامه القياسيه المسجله باسمه علشان يبقى صلاح لمده سنين وسنين طويله جايه قدام هتفضل ارقامه القياسيه مسجله باسمه. مين اللي هيقدر يجي يحطم ارقام صلاح في الدوري الانجليزي ومع ليفربول؟ صلاح بقى رابع لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي يصنع اهداف في 5 مباريات متتاليه خارج الديار. المباراه الاخيره كان وولفرهامبتون، مباراه كانت دراميه، ليفربول متاخر بهدف نظيف ولكن عاد ليفربول بصناعه محمد صلاح لهدفين وفقا للاحصائيات، ولكن وفقا لرؤيه العين ومشاهده المباراه صلاح ساهم في صناعه ال3 اهداف. ليفربول في اول 5 جولات في الدوري الانجليزي سجل 12 هدف في 4 مباريات فاز فيهم وتعادل في واحده امام تشيلسي، ولكن لما تيجي تبص لل 12 هدف هتلاقي محمد صلاح صنع 6 اهداف، يعني 50% من نسبه اهداف ليفربول تساوي محمد صلاح. احنا تجاوزنا مرحله النقاش في امكانيات وارقام وقدرات محمد صلاح وتحطيمه للارقام القياسيه من سنين، احنا وصلنا لمرحله احنا والعالم كله في مرحله تحليل السحر والابهار والابداع اللي بيقدمه محمد صلاح. صلاح مش مجرد لاعب عادي مع ليفربول، هو اصبح الاستثناء في نسخه صعبه انك انت تشوفها كتير في العالم. بلمسه او لعبه او حركه صلاح بيقلب المباراه، صلاح بقى المتحكم
المتحكم والقطع الأخطر في أرضية الملعب. مجرد تحرك صلاح بكورة أو بدون كورة ممكن تشوف شكل المباراة رايح إزاي. أصبح هو المايسترو، هو مش الحاكم بأحكامه، هو المباراة وهو تفاصيلها. وأدق التفاصيل ممكن تشوفها إن محمد صلاح هو النسخة الأقرب لأفضل نسخة في العالم، وصلت زي رونالدو زي ميسي. مقارنة صلاح بميسي ورونالدو هي مقارنة ظالمة. صلاح ما ينفعش يتقارن لأنه هو لاعب موجود في منظومة أصبحت قائمة على لاعب واحد. صلاح هو السيستم، خروج صلاح انهيار السيستم. صلاح هو اللي بيعلى على نفسه ومحدش بيعرف يعلى عليه في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي. هو الميكس ما بين ميسي ورونالدو في الزمن الحالي، هو الميكس ما بين زيدان وتشافي ونيستا في الزمن اللي فات والقبل اللي فات. صلاح وصل للنسخة الكاملة والأكثر اكتمالا في كرة القدم. بكل منطقية مقارنة صلاح مع ميسي ورونالدو هي مقارنة ظالمة لصلاح، ولكن أوجه التشابه اللي وصل ليها محمد صلاح في بعض النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها في بداية الحلقة، ازاي صلاح بقى ميكس ما بين رونالدو وما بين ميسي. صلاح بالفعل وصل إلى النسخة الأكثر تكاملا في كرة القدم، نضوجا، أكثر حرفية ومتعة، أكثر إبداعا. صلاح زي ما قلنا وزي ما بنقول ونكرر ونؤكد هو السيستم والمنظومة. صلاح أسطورة. عزيزي المتابع، اكتب لي رأيك في التعليقات، رأيك في محمد صلاح والأرقام القياسية اللي بيحطمها خلاص دي أصبحت عادية، ولكن النسخة الأكثر نضوجا دي رأيك فيها إيه؟ عايز وصف يليق بالمتعة والسحر اللي بيقدمه صلاح مع ليفربول. خلي بالك إن ليفربول بدون محمد صلاح مش هيبقى هو ليفربول اللي بيفوز في الدوري الإنجليزي وبيحافظ على فرصه وحظوظه غير الموسم اللي فات. اكتب لي رأيك في التعليقات بشكل عادل. سلام.